بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إن رابطة علماء ودعاة سوريا بأعضائها ومجلس أمانتها العامة ممثلة بأمينها العام دكتور سمير أحمد الإبراهيم، ورئيسها الدكتور محمود كالو، ونائب أمينها العام الدكتور أسعد الكحيل، وأمين سرها الدكتور علي أحمد أبو الهدى، وأعضاء مجلس الأمانة العامة فيها الشيخ محمد نور بكور، الشيخ عبد الله الطحان، الشيخ عبد الرحمن محمد عبود، الشيخ طلال محمد العثمان، والشيخ محمد محمود الصالح. نقرر ما يلي: أولا، إن رابطة علماء ودعاة سوريا هي رابطة ثورية مستقلة لا تتبع لأي مكون من المكونات التي خضعت للأجندات، وكانت أول رابطة تنشق عن هذا النظام البائد وتؤسس في ظل الثورة السورية المباركة. ثانيا، تستنكر رابطة علماء ودعاة سوريا المطالبين بتنفيذ القرار 2254 والذي يعتبر ساقطا بسقوط المجرم الهالك بشار الأسد. وتستنكر الرابطة كل مطلب يطالب بمشاركة من ركب موجة الثورة والمتسلقين عليها من أعضاء الائتلاف ومن لف لفيفهم من الحكومة المؤقتة وغيرهم الذين كان همهم المناصب والمكاسب، وقد كانوا يعيشون على دماء الشعب السوري طيلة 14 عام، ونستثني الشرفاء منهم. ونؤكد أن أحقية الحكم في سوريا لمن ثبت على أرضها ودافع عن شعبها وحمل راية الدفاع عنها. ثالثا، على جميع المكونات السياسية وبعد سقوط النظام وجب عليهم حل مكوناتهم والتسليم إلى حكومة تسيير الأعمال. ونقول إن الحكومة الانتقالية الحالية وقيادة العمليات هي التي يحق لها أن تتكلم باسم السوريين، ونحن كرابطة علماء ودعاة سوريا نشد على أيديهم ونبارك لهم، ولنا هذا الفتح الذي كان بتوفيق الله تعالى. كما تستنكر رابطة علماء ودعاة سوريا العدوان الإسرائيلي الغاشم على أرض سوريا الحبيبة، ونطالب العالم بوقف هذا العدوان الغاشم على أرضنا. رابطة علماء ودعاة سوريا، عشتم وعاشت سوريا حرة أبية.